يلا بينا نشوف ايه اللفات اللي انا عاملاها ديت. يا ترى ايه الحاجات اللي انا لفاها دي؟ يلا بينا نشوف جواها ايه. يا ترى جواها فيل ولا جواها قنبلة؟ يلا بينا نشوف ايه اللفائف اللي انا عاملاها ديت وعملتها ازاي وعاملاها ليه. ويلا بينا نشوف جواها ايه. ازيكم يا حبايبي؟ اهلا بكم في قناتي وصفة شيماء. النهاردة وصفتي سهلة وبسيطة جدا جدا جدا. النهاردة هعمل معاكم تفريز ورق العنب. ازاي بفرزه، ازاي بنضفه، ازاي بغسله ولا لأ قبل ما افرزه. فهنشوف كل حاجة مع بعض ان شاء الله بكل تركة عشان يطلع معاكم زي ما تكوني لسه جايباه فريش وجميل. متنسيش اللايك والشير والكومنت الجميل علشان القناة تكبر اكتر واكتر بيكو. وبشكركم جدا جدا على التعليقات الجميلة، وياريت تشيروا روتينات او الوصفات، لان دي قناة وصفات. معلش انا واخدة على كلمة روتينات لاني عندي القناة الكبيرة فاسمها من منزل شيماء. اللي لسه ما يعرفهاش يروح بسرعة يعمل لي لايك ويرجع يشوف الروتين بتاعي عملت فيه ايه. برضو روتين لا وصفة يا جماعة. يلا بينا نشوف هنعمل ايه في ورق العنب. ورق العنب طري جدا واخضر كده، والورقة اللي هي الرقيقة الخفيفة. اما تيجي تشتري ورق عنب تختاري الورقة الرقيقة الخفيفة دي، مش التخينة اللي تيجي تلفيها ما تتلفش. لا، الورقة الرقيقة الخضرة الطرية اللي لسه فريش. هبتدي كده اشيل العنقود بتاعها وهرصه فوق بعضه. انا مش بغسله خالص يا جماعة وانا بفرزه. انا بجيبه كده وببتدي اشيل العنقودة بتاعته زي ما انتوا شايفين، واروح رصاه فوق بعضه كله كده زي ما انتوا شايفين. الكمية دي حوالي من 2 كيلو او 2 كيلو ونص. هبتدي كده بقى ايه ارصه كله فوق بعضه. الورقة اللي مش حلوة هستبعدها تماما، مش محتاجاها. الورقة الصغيرة لو حلوة وطرية هاخدها لاني بتنفع. خلاص يا حبايبي، تنسوش بقى اللايك والكومنت الجميل، وارفعولي القناة اكتر واكتر بلايكاتكم وتعليقاتكم. اهو هعمل بقى الكمية كلها اللي معايا. هشيل العنقود كده بتاعت ورقة العنب وارصها فوق بعضها. وبعد كده هنشوف هنعمل مع بعض ايه تاني. انا مش بغسله يا جماعة عشان لو غسلتوه، مش بغسله ولا بسلقه ولا الكلام ده. هتشوفوا انا بفرزه ازاي مع بعض حالا. بصوا الورقة طرية ازاي، بلمها وبفردها طرية جدا. والورقة رقيقة كده وناعمة، مش الورقة الخشنة اللي ما تنفعش تتلف. هنا بقى رصيت الكمية كلها اللي معايا زي ما انتوا شايفين، لونه اخضر وجميل ازاي ما شاء الله. يلا بينا نشوف بقى طريقتي في التفريز بتاعت ورق العنب من السنة للسنة. بيفضل من السنة للسنة بستعمله، وهستعمله ان شاء الله معاكم، وهتشوفوا الورق اخضر زي ما هو، ولا بيتكسر ولا بيبقى ناشف ولا الكلام ده. اهو الورق الكمية بتاعتي كلها. يلا نشوف انا هفرزه ازاي. معايا كده ورق من السكتش العادي، ورق كراريس او ورق سكتشات عادي خالص. وهبتدي اجيب الكمية اللي هتقضيني في الاكلة. مثلا ده 1/4 كيلو. هبتدي بقى الفهم كده، بس اللفة ديت مش بحبها. قولي لي ليه؟ لاني لما تيجي تلف الورقة جوه الورقة بتاعت الكراسة جوه ورق العنب، فانت لما تيجي تشيليها وهي متلجة هتلاقيها الورقة جواها، فمش هتعرفي تشيليها. لكن انا هقولك على اللفة الصح، انك انت تبرمي كده الورق العنب، وبعد كده تروحي لفاه زي السندوتش كده اهو. كده لما تيجي تطلعيه من الفريزر هتفك الورقة عادي، وتروحي سقطها في المية اللي بتغلي. خلاص بقول لكم هي ديت اللفة الصح اللي انا معتمداها. خلاص يا حبايبي، يبقى جبت ورق العنب الكمية اللي هتعمليها في اكلك اللي هتحتاجيها. عايزة ورقتين من اللفة دي تطلعي براحتك. فالكمية اللي انت حباها وهتعمليها اعملي اللفة على قدها. خلاص يا حبايبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ما تنسوش تشيروا الوصفة دي بالله عليكم عشان قناتي تكبر أكتر وأكتر معاكم وبيكم إن شاء الله بعد ربنا. القناة دي كلها وصفات يا حبايبي، لكن عندي قناة تانية للروتينات والفلوجات وكل حاجة والروتين اليومي في البيت، اسمها من منزل شيماء. القناة الكبيرة بتاعتي اللي حابب الروتينات يجري بسرعة يشترك فيها، هيلاقي كل حاجة حلوة وهيستفيد منها بإذن الله. بصوا بقى هنا أنا بلف الورقة ازاي بعد ما أنا لفتها
اهو بالاسترتش راب كده كده بقى، ولا يخش لها ميه ولا اي حاجه، الورقه هتفضل ناشفه زي ما هي. تيجي تطلعي ورق العنب من الفريزر هتلاقيه اخضر زي ما هو. اهو انا كده لفيته، هعمل معاكم واحده تانية علشان تشوفوها. اهو كده يا حبايبي، هبتدي بقى ايه، اعمل معاكم لفه تانية عشان تشوفوا طريقه اللف. نجاح الورق انه يطلع معاكي اخضر زي ما هو ومش واصل له ميه، انك تلفيه لفه حلوه محكمه. بلفه الأول في ورقة كراسة، عندك ورق زبدة براحتك، ورق كراسة عادي خالص، ورق كراسة رسم اللي متاح عندك. جبت ورقة سكتش كده، وهبتدي أحط الكمية اللي هتقضيني في الأكلة بتاعتي. مثلا بعمل ربع كيلو، يبقى هلف كده زي السندوتش كده، دول الربع كيلو اللي انا هعملهم مثلا، واروح لفهم بالورقه كده. سهل وبسيط جدا جدا جدا، بس طريقه ناجحه 100%. الورق بتطلعيه فريش زي ما هو. انا عملته في الروتين وطلعته وعملته محشي. اللي حابب يشوف ورق العنب بعد ما طلعته من الفريزر يروح على قناتي من منزل شيماء، هتلاقوا وصفة المحشي معمولة من اللي انا مفرزاه ده. اهو بصوا بقى، بقفله من الجناب وبلفه كده بالاسترتش راب علشان ما يدخلوش ولا هوا ولا ميه. وبعد كده بفرزه في الفريزر عادي، بيقعد من السنة للسنة. طيب لما اجي اطلعه استعمله ازاي؟ بجيب الورقة واروح فكاها وهي لسه مجمدة، واكون حاطة مية على النار بتغلي. بحط في المية معلقتين زيت وعصرة ليمونة، واروح فكة الورقة دي واروح سقطة ورق العنب وهو مجمد في حلة المية. بعد دقيقتين هقلبه وهطلعه، هتلاقيه زبدة زبدة كأنك لسه جايباه من عند الراجل حالا. خلاص، يبقى اقول لكم تاني الطريقه. بعد ما بخلص كده بطلعه من الفريزر وهو مجمد، بحط معلقتين زيت في الميه اللي بتغلي وعصره ليمونه، واروح فكاه من الورقه واروح سقطاه وهو متلج. هتلاقيه فريش زي ما هو. اهو انا هنا بشرح لكم بصوتي، بس ايه، قلت لا الروتين هيطول فسجلت لكم عليه. هنا خلصت الكميه بتاعتي، دول حوالي اللفه عامله ربع كيلو. هاخده بقى كده واحطه في الفريزر، وبكده اكون خلصت وصفه